رجاء الهدوء شويه شيوخنا الافاضل. نشكر التجمع قبيله العبيد في مدينه النعمان، ونشكر الشيخ صلاح وحضور الساده والشيخ وصفي العاصي المحترم، ونشكر السيد احمد السمرائي بحضوره هذا المؤتمر، مؤتمر العبيد في مدينه العظميه. حقيقه يسعدنا ويشرفنا أن نقف أمامكم وهذا الجمع العظيم من عمامنا العبيد، ونحن أبناء عشيرة العبيد في مدينة الكاظمية المقدسة. والله الخصار على مدينة الحويجة، لا كل أبناء عشيرة العبيد في مدينة بغداد مقهورين. نعتبر مدينة الحويجة الرئة التي نتنفس بها عشيرة العبيد في مدينة بغداد. ونشكر عمنا أنور العاصي وعمنا وصفي العاصي حول عدم إعطائه الولاية داعش وغيرهم، ونشكر عمامنا في مدينة الحويجة لوقوفهم ضد داعش. وهذا يشرفنا كعشيرة العبيد في مدينة بغداد أن رموزنا الوحيدين عدم مبايعتهم لدولة لا إسلام، وهي دولة حكومة داعش وغيرهم. نحن أبناء عشيرة في مدينة الكاظمية ومدن بغداد نشكر كل الحضور في مدينة النعمان، وعلى رأسهم الشيخ أنور العاصي والشيخ وصفي وحضور مجلس المحافظة وكل الموجودين في قاعة المؤتمر. نحن أبناء مدينة بغداد نعاهد الشيخ أنور العاصي والشيخ وصفي أن نحن جنودا لتحرير مدينة الحويجة، ونطلب من كل عمامنا في مدينة الكاظمية وباسم الإمام موسى الكاظم تشكيل فوج باسم العبيد ينطلق من مدينة الكاظمية، ويشرفنا تحرير مدينة الحويجة. وحقيقة أن مدينة الحويجة هي رمز وكعبة، نعتبرها كعبة العبيد، لأن قبلة العبيد هي مدينة الحويجة، ويؤلمنا الحصار والجوع على مدينتنا العزيزة. ونطلب من الحكومة والمجلس الوزراء وعلى رأسهم الدكتور حيدر العبادي في حالة تحرير الحويجة، أنه الحويجة تحرر من قبل العبيد ومن قبل العشائر الأخرى. وأشكركم جزيل الشكر على هذه الكلمة، وأشكر السادة النعيم وكل من حضر في هذا المؤتمر، وجزيل الشكر وحضور كافة الشيوخ احنا نتشرف بهم. ونشكر شيخنا واميرنا انور العاصي في ان شاء الله هذا المؤتمر في مدينة النعمان، وان شاء الله مؤتمر الاخ في تحرير في مدينة الحويجة ان شاء الله. وشكرا الشيخ عماد رجب ضايع شيخ عشيرة مدينة بغداد في مدينة الكاظمية المقدسة، وبارك الله بكم جزيل الشكر. في نهاية مؤتمرنا هذا